عاملين يا رب تكونوا بخير واهلا وسهلا بيكم. يلا بينا نبدا. ولحد الناصية بنادي وواقف تحت الخير، ينزل عالشارع يتسند على كل حي. عينك ما تجيب أول من آخر لو بصيت من عند البيت. رمضان فيه فرحة ونور بينور بينا، من نور للنور الفرحة تدور حوالينا. زي ما انت شايف كده ده منيري، منشئ محتوى على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيس وعلى الانستا وعلى كل منصات السوشيال ميديا. ده واحد بيفطر صايمين. حلو قوي. دلوقتي عملت الخير بتاعك، فطرت الناس، بتجيبوا وشهم ليه؟ والآية القرآنية اللي بتقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ربنا بيقول لك اللي انت تخفي الصدقة بتاعتك افضل من اللي انت تبينها للناس وتعلن عنها. بنصح اي حد عايز يفطر صايمين، عايز يعمل اي صدقة، متصورش الناس ان انت كده بتقلل منهم. بنصح اي حد عايز يعمل صدقة، عايز يفطر صايمين، عايز يعمل اي خير، اعمله ما بينك وبين ربنا. يعني بدل ما تبقى افطار صايم ممكن تبقى رياء. إيه الرياء ده؟ اللي انت دلوقتي تفطر صايمين وتعمل خير بس مش عايز ثواب من ربنا، انت عايز الناس تقول اللي انت بتعمل كذا وكذا وكذا. انا هنا ما بتكلمش على منيري خالص، انا بتكلم عموما. اي حد عايز يعمل صدقه يعملها ما بينه وما بين ربنا. جيد في الرساله اللي انت تصدق فطرت صايمين، واللي انت برضو بتقول للناس انزلوا وفطروا الصايمين، دي حاجه حلوه جدا منك. بدل ما تطلع الناس في الفيديو عندك كنت ممكن تكتب تم توزيع الوجبات وتطلع تتكلم في اي حاجه.